حاجه اسمها مساحات المساحات. حاجه اسمها ايه؟ المساحات. مساحات ايه بالظبط؟ هنبدا ب عد معايا كده. عندنا مساحات. اول حاجه حاجه اسمها قطاع دائري. تاني حاجه حاجه اسمها قطعه دائريه. تالت حاجه حاجه اسمها بعض الاشكال الهندسيه. وفي بعض الاشكال دي هناخد مساحه المثلث، والمثلث متساوي الاضلاع. وهناخد مساحه اي شكل منتظم. وهناخد مساحه الشكل الرباعي. تعال نعد كده. يعني ايه القطاع الدائري والقطعه الدائريه؟ قال لك انت لو عندك دايره بالمنظر ده كده، القطاع الدائري ده بيبقى، طبعا انت عارف المركز بالمنظر ده، ادي نص قطر وادي نص قطر تاني بالمنظر ده كده. هتلاقي ان هنا دي كده، عارف انت حته البيتزا اللي انت بتلاقيها اهي، جزء من سطح الدايره محدود بقوس ونصفي قطرين، نق ونق. يبقى انت معاك ايه كده؟ معاك قطاع. المنظر ده كده بنسميه قطاع. حته بتشوفها فين تاني؟ بتشوفها في الجبنه النستون. تلاقي حته الجبنه المثلثات بالمنظر ده كده، تلاقيها قوس وعباره عن نصفي قطرين. طيب القطاع الدائري يبقى عباره عن نصفي قطرين وقوس. طيب القطعه الدائريه ديت عباره عن ايه؟ هي من اسمها كده قطعه، قطعنا الدايره بهذا الشكل. لما تجيب لما تجيب عندك وتر في الدايره، وتلاقي ان الوتر ده خد جزء من سطح الدايره بالمنظر ده كده، قطع جزء. بيبقى في عندنا جزئين، جزء فوق وجزء تحت. الجزء اللي تحت ده بنسميه القطعة الصغرى، قطعة صغرى. والجزء اللي فوق بنسميه قطعة كبرى. قطعة صغرى وقطعة ايه؟ قطعة كبرى. ده كده القطاع الأصغر. واللي فوق ده كده قطاع برضو، ولكن يسمى القطاع الأكبر، لأنه برضو محدود بإيه؟ بس معكوس، يعني زاويته هتلاقيها كبيرة جدا هنا غير الزاوية اللي هنا. برضو موجود فيه نصفي قطرين وقوس هنا. كل القوس ده كده بنسميه القطاع الأكبر. قطاع أكبر. يبقى انت عندك نوعين من القطاعات ونوعين من القطع، قطعة صغرى وقطعة كبرى، قطاع اصغر وقطاع ايه؟ اكبر. بالنسبة للقطاع، القطاع الدائري، عشان اجيب مساحته، الجزء اللي قدامك ده مساحة القطاع بتساوي، مش انت اتفقنا مع بعض ان القطاع ليه قوس هنسميه لام، وليه نص قطر اسمه نق. فقال لك ان مساحة الجزء ده نص لام نق. نص لام ايه؟ نص لام نق. ده كده القانون الاول لمساحه القطاع. يبقى انا لو معايا طول القوس اللي انا عاوزه، طول القوس بتاع القطاع، ومعايا نص القطر بتاع الدايره، اعرف اجيب مساحه القطاع ده. يعني اهم حاجه طول القوس ده. طيب ماشي، يبقى كده اول قانون عندي نص لام نق. طيب انا عارف ان اللام اللام ده كان ليه قانون. مش احنا كنا بنقول سيتا دائري بتساوي لام على نق؟ المثلث بتاعنا الجميل اهو، سيتا دائري لام على نق. طيب انا لو عاوز اشيل لام، اللام ده عباره عن ايه؟ نق في سيتا دائري. يبقى انا ممكن اشيل لام واكتبه نق في سيتا دائري. يبقى نص نق في سيتا دائري
في نق اصلا اللي موجود بقى نص نق تربيع، نق في نق بنق تربيع في سيتا دائري. مين سيتا دي بقى؟ قال لك سيتا ديت يا باشا هي زاوية القطاع، الزاوية اللي موجودة جوه هنا، مش القوس ده، قصاده هنا زاوية سيتا، هي دي الزاوية بالقياس الدائري. يبقى هنا في حالة إن أنت معاك الزاوية بتاعة القطاع ومعاك نص قطر الدايرة، تعرف تجيب مساحة القطاع. ماشي؟ يبقى عندنا إيه؟ يا إما زاوية القطاع ونص القطر، يا إما طول القوس ونص القطر. ماشي؟ في عندنا قاعدة كده بتقول لنا إن مساحة القطاع على مساحة الدايرة هي النسبة بين قياس زاوية القطاع على ال 360 درجة. النسبة بين دي كده زاوية القطاع، زاوية الإيه؟ زاوية القطاع. أنا لو قلت لك هنا 60 درجة، يبقى كده القطاع دوت واخد نسبة قد إيه من الدايرة؟ فتروح قاسم ال 60 على 360 هيطلع لك سدس. إذا مساحة القطاع بالنسبة لمساحة الدايرة بتساوي سدس، سدس مساحة الدايرة. ماشي؟ ده كده بالنسبة للقطاع الدائري. ماشي؟ ومن هنا ممكن ندخل على القطعة الدائرية. القطعة الدائرية ديت احنا اتفقنا إن هي محدودة بقطعة مستقيمة وقوس. طيب والله برضو بنفس الطريقة كده أنا ممكن نستنتج القوانين بتاعة القطعة. هتلاحظ إن القطعة الدائرية زي ما اتفقنا كده، ادي دايرة وهنا وتر بالشكل ده. القطعة الدائرية اللي بالمنظر ده كده هتلاقيها برضو محدودة بقوس، لام ده طول القوس المقابل للقطاع اللي انا عاوزه. يعني لو كان القطاع الاكبر هيبقى لام برضو، لو القطاع الاصغر لام. بس الفكرة كلها انهي قطاع اللي انا عاوزه. ماشي؟ القطاع اللي انت عاوزه هو ده اللام بتاعه يعني. طيب نقول ايه بقى؟ قال لك والله انا ممكن ادي نص القطر بتاع الدايره، وادي برضو نص قطر تاني للدايره. طيب مش القطعه دي هتلاقي فيه قصادها هنا قوس، محدوده بقوس اصلا، وفي مقابل ليها فوق زاويه اسمها سيتا، صح؟ قال لك بقى ايه مساحه القطعه الدائريه؟ مساحه القطعه، مساحه القطعه، احنا في القانون اللي فات، فاكر اول قانون قلنا ايه؟ نص لام نق، نص نق تربيع في سيتا دائري. ده جميل جدا ده. هنربطهم ببعض بقى. احنا قلنا مساحة القطاع نص نق تربيع في سيتا دائري، نص نق تربيع في سيتا دائري، نص نق تربيع في سيتا دائري. طيب مساحة القطعة هيزيد عليها ايه بقى؟ قال لك هي نص نق تربيع في سيتا دائري، بس هنعمل الحتة دي كده، نص نق تربيع في سيتا دائري ناقص جا سيتا. مين سيتا ديت ومين سيتا دائري؟ الزاوية المركزية. الزاوية الايه؟ الزاوية المركزية. يبقى نقول تاني، قانون القطعة والقطاع هما الاتنين شبه بعض جدا. هنا في القطاع نص ناقة تربيع في سيتا دائري، في القطعة نص ناقة تربيع في سيتا دائري ناقص جا سيتا. وتلاحظ حاجة مهمة جدا إن ديت بالقياس الدائري إنما دي بالقياس الستيني، نفس الزاوية هي. يعني مثلا لو زاوية الزاوية المركزية دي قياسها ب 60 درجة، يبقى لازم أجيب قياسها الستيني أهو قدامي، وأجيب قياسها الدائري. لو نسيته أروح ضارب في باي على 180 على الآلة زي ما هي كده. يبقى 60 على 180 فيها التلت، تلت باي. يبقى كده الزاوية بالستيني 60 وبالدائري تلت باي. وصلت كده؟ يبقى مساحة القطعة ومساحة القطاع نفس القانون، بس بتلاقي فيه اختلاف ايه بسيط. مساحة القطعة وادي مساحة القطاع. اتفقنا ان مساحة القطاع ليه ثلاث قوانين، لما القطعة ديت هو قانون واحد.
في القطاع ادي القانون الاول، ادي القانون الثاني، وادي القانون الثالث. خلاص كده. مساحة القطعة نص نق تربيع في سيتا دائري ناقص جا سيتا. صعب الكلام؟ فيها مشكلة يا شباب؟ طيب تمام. بالنسبة لبقية الأشكال الهندسية بقى، لو اتكلمنا في مساحة المثلث ديت كده رقم واحد، مساحة المثلث. مساحة المثلث لو أنا عندي قاعدة والارتفاع بتقول لي نص طول القاعدة في الإيه؟ في الارتفاع. طيب لو عندي ضلعين والزاوية اللي بينهم بقى، عندي مثلا الضلع ده والضلع ده وقياس الزاوية دي، فبتروح قايل لي نص حاصل ضرب ضلعين في جيب الزاوية بينهم. جيب الزاوية بينهم، يعني لو قلت لك الضلع ده ب 6 سم والضلع ده ب 8 سم والزاوية اللي بينهم 30، هتقول لي إذا المساحة بتاعت المثلث بتساوي نص في 6 في 8 في جيب الزاوية اللي بينهم جاية 30. خلاص، هيطلع لك 12 سنتيمتر مربع. وصلت كده؟ يبقى أنا مش محتاج القاعدة والارتفاع دلوقتي خالص، أنت بتقول لي نص حاصل ضرب ضلعين في جيب الزاوية بينهم. نص حاصل ضرب ضلعين في جيب الزاوية إيه؟ الزاوية بينهم. طيب لو قال لك أنا عاوز مساحة الرباعي، مساحة الشكل الرباعي. الفكرة في الشكل الرباعي إيه؟ شكل الرباعي 4 أضلاع أيا كان شكله. لو خدنا مثلا شكل رباعي زي ده كده وحبينا نجيب مساحته، قال لك بقى هنا إحنا هنحتاج القطرين، القطر ده والقطر ده. بالمنظر ده كده. إيه العلاقة بينهم؟ قال لك والله أنت بتلاقي في زاوية ما بين القطرين، يا دي يا دي. إيه ده اللي عادي يعني الاتنين؟ قال لك آه. فبتقول لي نص حاصل ضرب القطرين، ايه شبه اللي قبليه بالظبط، نص حاصل ضرب القطرين في جيب الزاوية بينهم. انهي زاوية يا مستر، ديت ولا ديت؟ قال لك الاتنين هيدوك نفس الناتج. ليه؟ اصل الاتنين دولت مجموعهم 180، وانا عارف ان جا الزاوية بتساوي جا المكملة، يعني 60 مثلا و120 عادي، جا 60 بجاز 3 على 2 وجا 120 بجاز 3 على 2، فمش فارقة حاجة. فهتلاقي الراجل بيقول لك ان ايه، آم، شكل رباعي قطراه وليكن مثلا ده ب 12 سم وده ب 8 سم والزاويه بينهم 60 درجه، فهات لي مساحه الشكل. هتروح قايل لي نص في حاصل ضرب القطرين 12 في 8 في جيب الزاويه بينهم جايه 60 درجه، ونطلع الناتج. ماشي كده؟ هيطلع لك 32 جذر 3 سنتيمتر مربع. ماشي. يبقى كده مساحة المثلث نص حاصل ضرب ضلعين في جيب الزاوية بينهم، مساحة الرباعي نص حاصل ضرب القطرين في جيب الزاوية بينهم. طيب المساحة الثالثة اللي عندنا مساحة الشكل المنتظم. رقم 3 مساحة المضلع المنتظم. عدد أضلاعه نون، طول ضلعه س. لو قلت لك يعني ايه شكل مضلع منتظم، يعني ايه اصلا مضلع منتظم، هتروح قايل لي هو مضلع جميع أضلاعه زي كده مثلا خماسي منتظم، سداسي منتظم، سباعي منتظم او ثماني منتظم. ده كده ثماني منتظم. الفكرة كلها ان لازم تبقى عارف ايه عدد الاضلاع بتاعتك. هنا نون بتساوي 5، هنا نون بتساوي 6، هنا نون بتساوي 8. ماشي. يبقى كده عدد الاضلاع انا عرفته. طب ايه القانون بتاعك؟ قال لك نون س تربيع على 4 ظا باي على نون. نون س تربيع على 4 ظا باي على نون. نون س تربيع على 4 ظا باي على نون. نون س تربيع على 4 ظا باي على نون. بمعنى
ان لو عندي مثلا في الثماني ده قال لي ان طول ضلعه ب 6 سم، زي الفل قوي، راح قايل له مساحه الثماني، يبقى المساحه بتساوي ن س تربيع، النون عدد الاضلاع 8، في س تربيع يعني 6 تربيع، على 4 في ظا باي على نون، باي اللي هي ب 180 على النون اللي هي عددهم 8، يبقى ظا 180 على كام؟ على ال 8. خلاص، وهنطلع الناتج، يبقى ديت مساحة الشكل بالسنتيمتر مربع. وصلت كده يا شباب؟ يبقى ن س تربيع على 4 ظا باي على نون. ومن هنا جات لنا فكرة مساحة المثلث متساوي الأضلاع. احنا قلنا مساحة الشكل المنتظم، مساحة مضلع منتظم، هي ن س تربيع على 4 ظا باي على نون. طيب لو مساحة مثلث متساوي الأضلاع، حد يعرف يستنتجها؟ نستنتجها مع بعض. عوض معايا بس. مثلث متساوي الأضلاع هو مثلث يعني عدد أضلاعه كام؟ 3. زاويته بكام؟ ب 60 طبعا. فهتقول لي كده تعالى نعوض في القانون. نون انا عرفتها 3، س تربيع ده طول الضلع معرفوش، على 4 ظا باي اللي هي 180 على نون عددهم 3، فيطلع لحضرتك 3 س تربيع على 4 ظا باي على نون، اللي هي ظا كام؟ 180 على 3 60. هيطلع لك الليله دي كلها كده لو انت دخلتها على الاله 3 على 4 ظا 60، هيطلع لك جذر 3 على 4 س تربيع. يبقى نطلع من هنا ان مساحه المثلث متساوي الاضلاع جذر 3 على 4 س تربيع، جذر 3 على 4 س تربيع. والقانون اللي فوق ده اتفقنا ان هو بيجيب لنا مساحه اي مضلع منتظم، اي مضلع منتظم، ن س تربيع على 4 ظا باي على ن. مساحه المثلث متساوي الاضلاع اتفقنا ان هي جذر 3 على 4 س ايه؟ س تربيع. وصلت كده الكلام؟ فيها اي مشكله؟ حد عنده سؤال؟ احنا كده قلنا مساحه القطعه، ومساحه القطاع، ومساحه المثلث، ومساحه الرباعي، ومساحه المضلع المنتظم، ومساحه المثلث متساوي الاضلاع. هل في اي قوانين تاني احنا ما قلناهاش؟ اتكلمنا عن كله. طيب، مطلوب منك ان انت تجمع القوانين ديت كده مع نفسك في ورقه، مع القوانين اللي خدناها في الدرس اللي فات، اللي هو بتاع المتطابقات. القوانين ديت بتاعت المتطابقات وقوانين المساحات، ونذاكر التمارين بتاعه الملزمه. والحل على الدرس ده ان شاء الله هنحل عليه المره الجايه باذن الله. بس كده انت يعتبر الحمد لله المتطابقات انتهت. مع المساحات خدنا المساحات هنحل عليها على طول. يبقى كده اول ما هندخل هنحط المساحات قدامنا ونحل عليها على طول. خلاص. في اي استفسار في دول؟ اخر قاعده معانا النهارده قاعده هيرو. هيرو ديت اختصار هيروين، الاتنين حاجه واحده نفس العالم. قاعده هيرو او قاعده هيروين بيقول لك ايه؟ لو انت معاك مثلث ايا كان شكله بالمنظر ده، ومعاك الثلاث اضلاع بتوعه، وليكن الضلع ده مثلا اسمه الف شرطه وب شرطه وج شرطه. التسميه ديت احنا بنسميها في تانية ثانوي، تاخدوها على طول الترم الجاي ان شاء الله. الزاويه الف الضلع اللي قصادها ممكن اختصارا ما نسميهوش ب ج، لا نسميه الف شرطه، دلاله على ان هو قصاد الزاويه الف. واللي قصاد زاويه ج هنسميه ج شرطه، واللي قصاد زاويه ب بنسميه ب شرطه. قال لك ان انت معاك الثلاث اضلاع في حاله وجود ثلاث اضلاع. انا قلت لك من شويه ان مساحه المثلث نص حاصل ضرب ضلعين في جيب الزاويه بينهم. طب انا معيش الزاويه بينهم بس معايا الثلاث اضلاع. قال لك هتعمل جذر كبير بالمنظر ده كده،
وتروح قايل لي ح في ح ناقص أ شرطة في ح ناقص ب شرطة في ح ناقص ج شرطة. طب ايه ح ديت بقى؟ اولا نصف المحيط. اول حاجة خالص نجيبها نص المحيط، هنسميها ح. يعني مثلا كان هنا 5 و6 و7، هات لي المحيط. يبقى 5 و6 11، 11 و7 18. نص المحيط ح هتبقى بتساوي نص ال 18 9. وبعد كده راح داخل على القانون، ادي الجذر 9. الح بتتكتب كام مرة؟ 1 2 3 4. ح بتتكتب 4 مرات. ح لوحدها بره، وح ناقص الضلع الأول، ح ناقص الضلع التاني، ح ناقص الضلع التالت. يبقى كده جوه الجذر هنقول له 9 اللي هي ح في 9 ناقص 9 ناقص 9 ناقص. كده ح اتكتبت 4 مرات. الضلع الأول ب5، والضلع التاني ب6، والضلع التالت ب7. ونطلع الناتج، يبقى دي كده مساحة المثلث. وصلت كده؟ يبقى هيرو بيقول لك لو انت معاك الثلاث اضلاع، يبقى ايه؟ تقدر تجيب مساحة المثلث، ولازم يكون معاك نصف المحيط. خلاص كده. يعني لو انت ناصح بقى، جمع لي كل قوانين حساب المثلثات اللي انت خدتها. قوانين مساحة المثلث كمان مهمة جدا. انت خدت قانون في الجبر بتاع المحددات في كرامر، وخدنا القانون بتاع زمان اللي هو نص طول القاعدة في الارتفاع. خدنا النهاردة نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية. خدنا قاعدة هيرو اللي هي جذر نص المحيط في نص المحيط ناقص الأول ناقص التاني ناقص التالت وهكذا. وخدنا مساحة المثلث متساوي الأضلاع اللي هي جذر 3/4 في س تربيع. جمع كل القوانين اللي أنت خدتها، جمعهم قدامك كده في ورقة وش وظهر، هتلم الدنيا. وإن شاء الله المرة الجاية هنحل على الكلام ده. خلاص.